بقى بتفطر في يومك العادي الساعه 5 المغرب وجاي في اول يوم رمضان بعد ساعتين صيام، خلاص مش قادر، هموت، تعبت. ايه اللي بيحصل لجسمك بعد 12 ساعه صيام؟ بتجوع؟ ما اكيد يا حماده يا هلال، ايه البدايات دي؟ انا جاي اقول لك ايه اللي بيحصل جوه جسمك وانت صايم وانت ما تعرفش عنه حاجه. اول ما بتبدا تصوم جسمك بيبدا يشتغل بشكل طبيعي عادي، يعني الصيام سهل اهو. بعد اخر وجبه سحور الجسم بيدخل في مرحله الهضم، وكل حاجه في جسمك بيتم هضمها سواء كرب او بروتين او دهون. مستوى الجلوكوز في الدم بيبتدي يقل، ويبدا الجسم يلجا لشويه الجليكوجين اللي في الكبد والعضلات، حاجه كده على جنب شايلها لما الدنيا تضيق قوي. يبتدي ياخدوا يحولوا الجلوكوز عشان يحافظ على السكر اللي موجود في الدم، وكله يبقى تحت السيطره تاني. سكرنا، مزكتنا، ظبطنا جسمنا، خلاص يلا بينا ولا كأن حاجه حصلت. في المرحله دي بقى تبتدي تحس بجوع خفيف شويه، ده ممكن كمان مستوى تركيزك ما يبقاش في المستوى الطبيعي بتاعه، يعني لو مستوى تركيزك هنا هيبقى هنا، انما بقى لو مستوى تركيزك هنا فانت ما جيتش اصلا في نهار رمضان. كل اللي بقول لك عليه ده تعب عادي تقدر تتجاهله، لان جسمك لسه ما دخلش في مرحله حرق الدهون. جسمك كل ده بيستخدم السكر اللي كان موجود في الاكل اللي انت اكلته في السحور، لكن بعد 6 ساعات جسمك اوتوماتيك بيبتدي يقلل في استخدام السكر ويبدا في استهلاك الجليكوجين اللي هو الطاقه اللي بتكون متخزنه في الكبد والعضلات. لما الجليكوجين ده بقى بيخلص الجسم بيكون بدا يخش في حاله صيام حقيقيه، يعني كده خلاص الجسم جاهز يحرق الدهون عشان يوفر الطاقه. لكن لما يبدا الجسم يحرق الجليكوجين، عارف لما تكون لسه صاحي محتاج بس كوبايه قهوه عشان تفوق، فجسمك نفس الحاجه في الوقت ده بيكون محتاج الجليكوجين عشان يبتدي يفوق. ودلوقتي بعد 8 ساعات من الصيام جسمك هيبتدي يخش في مرحله الحرق الفعلي للدهون، وده بيحصل لما مخزون الجليكوجين بينتهي. في اللحظه دي الجسم بيبتدي يدور على الخزين اللي موجود من الدهون عشان يحرقه عشان تقدر تكمل اليوم عادي، وده وقت ممتاز للناس اللي عايزه تخس. يعني مش بس صايم، ده كمان جسمك شغال حرق دهون من غير مجهود. بعد 12 ساعه صيام جسمك بيبتدي يخش في مرحله اسمها الكيتوزايز. في الوقت ده الجسم بيبتدي يستخدم الدهون بشكل كامل عشان يصدر لك طاقه، وهنا بقى هتحس بفرق كبير. يعني لو كنت حاسس بكسل في اللحظه دي الجسم بيكون بيحرق الدهون بشكل مستمر، وده بيخليك تحس بطاقه غير طبيعيه. يا اخي سبحان الله، جسمك بيتصرف لوحده ببساطه. بعد 12 ساعه جسمك بيكون خلاص اتعود على الوضع ده ودخل في الوضع المثالي للحرق. طب ما انت كويس اهو، بتقدر تعيش من غير اكل وشرب عادي يعني جسمك هيعيش عادي للمغرب وبعد اذان المغرب كمان، لكن بيبدا يتعامل مع الوضع اللي معمول علشان يستهلك الدهون ويوفر لك طاقه. تفتكر جسم الانسان يقدر يصوم كام ساعه؟ كل سنه وانتم طيبين، صوما مقبولا. ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل كومنت، تقول لي رايك.